27 سنة سباق، بس سباق في عالم المخدرات، سباق في عقوق أمه وأبوه، سباق في البعد عن المساجد. والله يا شيخ عبد الرحمن والشباب والحاضرين والحاضرات، والله يا اخواني يحكي لي مؤذن مسجد كان معاه لزم خويه، تاب هذا الشاب واصبح مؤذن مسجد، يقول والله يا شيخ عبد الرحمن كل المدة اللي مشيتها معه عمره ما قال لي يلا نصلي، والله عمره ما قال لي استغفر الله، عمره ما قال نذكر الله، كل حياته اغاني، مخدرات، حشيش، حبوب، همه هذا. والله يا شيخ عبد الرحمن ابوه ما تكمد عليه. تدري اذا دخل السجن هنا في سجن جيزان ابوه كان وامه يدعون انه ما يطلع، يكدر عليهم عيشتهم، يضيق عليهم حياتهم، اذا جاء رمضان يدعون انه ما يشمل العفو، لانه خايفين انه يكدر عليهم رمضان، يكدر عليهم ايام العيد. فعلا في السنة الماضية طلع في رمضان، ابوه مات قبلها بسنة، مات لانه كمد الولد، قطع قلبه يا رجال، فمات سكتة قلبية. طلع في رمضان اعطاه الله مهلة 24 سنة. شهر 10 11 26 11 سباق الى توزيع بلاطات حشيش يا رجال بين الشباب، يدمر فيها شباب الامه، يدمر فيها الرجال الذين سيبنون مجد الامه، يدمر فيها شباب امه محمد عليه الصلاه والسلام. وما فكر، اخذ تخاصم واحد من اللي يوزعون معه في اطلاق نار، اليوم الثاني 27 28 الله حكم ان هذا الشاب لن يرجع، مو قادر يدق راسه الرجال، سباق لكن على طول الى المعصيه. جاء عند امه الصباح وهو طالع، قالت له يا فلان افطر معايا، قال لا 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 انا رايح وراجع، زي كل مرة رايح وراجع. طلع السيارة، شغل السيارة، ماشي 190 على الطريق هنا، كان ينتظره واحد هناك، كان ينتظره هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اختلت السيارة، اخذت له عمود تريلا، طلع صاحبنا على الشارع الثاني، اخذوه للمستشفى. سمع صاحبنا المؤذن اللي تايب بخويه، شغل السيارة علشان يلحقوا المستشفى، وطالع رايح المستشفى شاف السيارة على الشارع الثاني، وقف سيارته وقال خليني اشوف حاجات خويي، باقي له حاجات، يمكن له وثائق، له حاجات اخذها معايا. نزل يقول بحثت في السيارة، يقول وجدت جواله يا رجال اللي كان يكلم فيه، توزع فين وعلى مين؟ جواله اللي كان يرسل منه رسائل ما ترضي الله. يقول ولقيت حاجة تحت دعاسة الرجل، رفعت الدعاسة يا ابو سند، لقيت قطعة حشيش جاهزة عشان تنحط وياخذها. يقول لي لحقت المستشفى وجدته، قالوا محمد مات، محمد مات، محمد انتهى، محمد راح الى الاخره. يقول قررت اني احفر القبر بيدي، لان هذا قوي يا جماعه كان معايا، انا اعرف ماضيه، اعرف حاله، اعرف اللي كان عليه، كان سباق الى معصيه الله. يقول العصريه حفرنا الوحده
من النساء القبر، والله أليم من القبر أبد ما شفت. الله يبغى يوريني صورة من الصور، يقول جيت أحفر القبر الثاني القوي جنبه يا أبو سند كأنني أحفر في حجر في صخر، الأرض حتى الأرض ما تبغى، الأرض ما تبغى. تعرف ليش؟ كم مرة عصى الله على هذه الأرض؟ كم مرة أذنب؟ كم مرة جاهر بالمعصية على أرض الله؟ والله رحيم، حلم عليه سنين، تجاوز عنه سنين، وغفل عن رحمة الله وعن عفو الله، فالأرض ما تبغى. يقول شلناه نشيل على أكتافنا كأننا نشيل حجر، نحيف ولا حاجة يا رجال. لكنها الخواتيم. أم حسب الذين اشترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا سواء كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما هم سوا يا رجال. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا والله ما هم سوا. يقول نزلوه، أنا واقف أنا وأخوانه عشان ألحده، يقول لحدته فكيت الأربطة الجوال ونكس الحشيش في جيبي وقطعة الحشيش في جيبي وأنا قاعد ألحد يا رجال. يقول لحدته فكيت الأربطة طلعت ريحة يشهد الله على كلامه يا رجال. قال طلعت ريحة والله يا شيخ خالد ما شممت أنتن منها في حياتي. قفلت عليها البلوكات، أناظر أخوياه يا من كان يسابق لهم، تعالوا خذوا عن خويكم الآن، تعالوا واحد يدخل معاه. يقول ناظروا نصهم ما كملوا مال الدفن، خلاص سبق، بس سبق بمآسيه إلى الآخرة. لا تنتهي حياتك إلا على ما يرضي الله، لا ينتهي هذا العمر إلا فيما يرضي الله. كن سباق إلى طاعة الله. أخوي عبد الرحمن الآن سيذكر لك الآن القصة اللي قال لك قبل شوي حيذكرها لك، وسيسألك ذلك السؤال، فجهز جواب